الفتلة للوش. هلوز، اهم حاجه في الفتله هي الطول المناسب. اعرفه ازاي؟ بصي يا ست الكل، قبل ما تقصصي من عند دقنك كده وتقومي رافعه الفتله سنه بسيطه فوق راسك، هو ده الطول المناسب. هتحطي طرفين الفتلة فوق بعض، بعد كده تعملي زي دايرة كده وتعملي العقدة من تحت الدايرة دي وتشدي، وتعملي نفس الموضوع مرتين 3 بحيث تتأكدي انها مش هتفك منك، ودي اسهل طريقة تربطي بيها العقدة بتاعتك. افصليهم بقى عن بعض، هتبقى معاكي بالطول ده. لفي 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 لفي، وهتبقى كده تروحي وتيجي تروحي وتيجي. وعشان تتحكمي اكتر لفي صوابعك على ناحيه، نفس الكلام الناحيه التانية هتتحكمي فيها اكتر. بصي. طب مارينا الحركه دي هتوجعلي ايدي وممكن تعورني، اعمل ايه؟ سهله وبسيطه. هتجيبي لزق او بلاستر طبي اي حاجه وتلفيه على صوابعك كده، هنا وهنا، نفس الكلام الناحيه التانية كده، وتشتغلي بقى انت. ممكن تستخدمي حاجه زي كده هتبقى اسهل ومش توجعلك صوابعك. وعشان تعمليها او تظبطيها صح هتجيبي الخيط الاول، بيبقى فيه مسامير من الناحيتين اللي بتمسكي بيهم البتاعه دي. تاخدي اول مسمار تفكيه وهتلفيه حواليه بالشكل ده، هتحطيه بقى هنا مكانه وتقفلي عليه، وبصي مش هيطلع معاكي، وتقومي جايبه الخيط وربطاه في الجهه المقابله ليه، مش نفس الناحيه، لا في الناحيه التانية، وتربطيها نفس الكلام الناحية التانية. بس هزود خطوه اني الفها لفتين 3 كده حوالين الخيط الاولاني، تمام كده، وكده تكون جاهزه. طب مارينا، طب ما اصلا الفتله وهي بتمشي على وشي بتوجعلي وشي جدا، في طريقه تخليها ما توجعنيش؟ طبعا عندي الحل. بعد ما غسلت وشي ونشفته كويس هتجيبي كريم بريدوكاين، ده مخدر موضعي. هتستخدميه ازاي؟ هتاخدي كميه مناسبه كده. انا عن نفسي لما باجي اعمل فتله مش بعمل غير في المنطقه دي بس. هتدعكي كده شويه دقيقتين 3 وتستني 10 دقايق، تك 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 تك. خلص ال10 دقايق هتحطيه طبقه كمان واستني 10 دقايق، وطبعا امسحيه بمنديل واشتغلي على طول، لان المفعول بيروح بعد ما بتحطيه بتلت ساعه بالكتير قوي. احتمال تلاقيه بيحرقك شويه، ده عادي جدا ما تقلقيش، كده بيبتدي يشتغل معاكي. مارينا على عيني، في ايه؟ وشك وجعك؟ هو وشي ما وجعنيش بس وشي احمر وملتهب اوي، اعمل ايه؟ ما تقلقيش ده عادي. هتغسلي وشك بميه ساقعه من غير غسول من غير صابون من غير اي حاجه. ولو انت بشرتك حساسه اكتر مني وبتحمر اكتر مني، فيا اما تجيبي حاجه زي كده او تجيبي تلجه وتحطي طبقه منديل بس يكون نضيف وتمشي الرولر عليها. المهم ما تحطيهاش على وشك مباشره، دقيقه بالظبط. بعد كده هتجيبي فيوسيدين، ده مضاد حيوي، هتحطي منه طبقه رقيقه جدا جدا على المكان اللي عملتي فيه الفتله. وطبعا لازم ايدك تكون نضيفه ومغسوله كويس لان انت بتتعاملي مع مكان ملتهب. وهتستني ربع ساعه. الربع ساعه خلصت، منديل مبلول بهفه ميه امسح. بعد كده اعمل ايه بقى؟ هجيب قطنه وميه ورد مقطره وتمشيها على وشك بالراحه خالص. هريز ويدوب نايل. معلش هنلمه دلوقتي. واستغل ان انا وشي مندي بميه الورد، واقوم جايبه سيرم هايلورونيك وحاطه نقطه منه على وشي. ودي خطوه اختياريه مش اجباريه، بس هتفرق جدا في ترطيب وشك. المرطب، وده احسن نوع برضه هتحطيه لوشك اللي هو بتاع السيرافي. ما تحطيش كميه كبيره منه، هي نقطه، وانسي ان وشك يلتهب او يطلع له حبوب. باي.